بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم حبايبي الحلوين؟ اليوم بدنا نعمل خبز الشعير مع الدخن، وهو أحد أقدم وأشهى أنواع الخبز المفيدة للصحة والغني بالمكونات الطبيعية، ويمنح الجسم طاقة مستدامة. تابع الفيديو خطوة بخطوة لتتعلموا كيفية تحضيره بكل سهولة. وفي جات رح نضع 2 كوب من الشعير وكوب من الدخن وملعقة كبيرة من كل من الكركم والقزحة والأوريجانو. وراح أضيف ملعقة كبيرة من كل من الخميرة والسمسم والملح الصخري ملعقة ممسوحة وملعقة صغيرة من الكزبرة. وهون راح استخدم 2 ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة كبيرة من السكر. وهون راح أضيف ملعقة صغيرة من صمغ الزنثان، وهو مادة طبيعية تضاف للمخبوزات لتحسين القوام ومنع التفتت، خاصة للمخبوزات الخالية من الجلوتين. راح أحرك الجميع مع بعض ونعجن الخليط بالماء الدافئ. هون استخدمت أنا كوب من الماء الدافئ و3 ملاعق كبيرة من الماء. راح ألم العجينة بقليل من زيت الزيتون، وراح أضع في قاع الجاط قليل من زيت الزيتون وأضع العجينة وأتركها لمدة ساعة لترتاح. بعد ما مر ساعة على العجين راح أقطعه دوائر، طبعا الحجم حسب رغبتكم، أنا هون قطعتها دوائر صغيرة. راح نرش قليل من دقيق الشعير ونشكل الطابات على شكل دائرة باستخدام اليد. راح نعمل المقدار بهذا الشكل ونغطي العجين لحتى يرتاح لمدة نص ساعة. بعد مرور نص ساعة تقريبا راح أمد العجينة بالشوبك وراح أضعها في مقلاة ساخنة. وأخلي الخبزة حتى تاخد لون، ثم راح أقلبها على الجهة الثانية حتى تتحمر وتاخد لون. وهيك بكون عندي الخبز جاهز وطري. وإذا بدكم ممكن تدهنوه بقليل من زيت الزيتون، وهاي على حسب رغبتكم. بصراحة كان الخبز كتير طيب وطري وريحته حلوة، وهون بتقدروا تخزنوه بأكياس تفريز وتحطوه بالفريزر. وهيك وصلنا لنهاية وصفتنا. بتمنى إنكم تجربوا الوصفة وتشاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. مع السلامة.